السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هيكون ميعادنا في حلقة جديدة أو كبسولة جديدة من كبسولات الجولة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الأوديت واتكلمنا على مؤهلات الأوديتور، وقلنا إن في مواصفة أو مرجعية لينا اللي هي 19011. دي اللي بتدينا المبادئ اللي الأوديتور لازم تكون متوفرة فيه أو لازم يبتدي يتبعها وهو بيعمل أوديت. بس في نقطة مهمة، الاوديتور مؤهلاته مش بس الكورس، في حاجات تانية. من اهم الحاجات التانية هو شخصيا يستخدم ادواته. طب ايه هي ادوات الاوديتور؟ عينه. لازم يقدر يلاحظ الحاجة اللي موجودة، ما تبقاش عينه على الحاجة الخطأ بس او الديفكت او العيوب اللي موجودة في المنظومة. لا بالعكس، ده لازم يبقى زي بيشوف الحاجة الكويسة وبيشوف الحاجة الطبيعية، وعنده observation او عنده بيشوف الحاجة اللي فيها مشاكل او فيها خلينا نقول area of improvement، يعني مساحة للتطوير. طيب ايه تاني؟ تاني حاجة ودنه، ودي مهمة جدا. اسمع اكتر ما تتكلم، لان حضرتك لما تسمع هتفهم وهتستوعب، فبالتالي المانجمنت سيستم اللي انت رايح تقولت عليه ايا كان بقى كواليتي، سيفتي، انفايرمنت، بروجكت مانجمنت، ريسك، ايا كان هو ايه، هتسمع من صاحب الموضوع. ده هيديك القدرة ان انت تقدر تحكم بشكل اوضح. وفي نقطة تانية مهمة، الايفيدنس. لازم تطلع على الكلام ده كله، تشوف ريكورد، الريكورد ده بيقول هو بيعملها ازاي. مش معنى ان ما شفتش ان ما ينفعش، لان خليك فاكر في حاجة دايما اسمها صح والاصح. يعني ممكن تلاقي واحد تقول له يا باشمهندس او يا دكتور انا بعمل الحاجة الفلانية، الحاجة الفلانية دي لا لا ما بتحصلش كده خالص. ايوه يا استاذ بس هي حصلت، يعني طب ايه المشكلة؟ ما هي ما تمت. ففعلا هو هنا حطك في كورنر مش لطيف. ليه بقى؟ لان هي فعلا تمت، فخلاص كانك بالظبط بقول لك امسك ودنك اليمين اهي. واحد تاني قال لك لا، ما اهو انا مسكتها بطريقه تانية. ده صح وده غلط؟ لا، ده صح وده صح. بس البروسيس هنا كانت سيمبل جدا، بتفرض عليه ان هو يستخدم التولز اللي موجوده عنده بطريقه معينه. طب ولنفرض ان التول دي ايدك دي مش فاضيه، ساعتها هتلجأ للاختيار التاني اللي هو احسن اختيار، اللي هو ايدك الشمال تقدر تمسك بيها الناحيه التانيه. طيب لما انت بقى تيجي تعمل الاوديت، احنا بنمشي نعمل اوديت كده وخلاص؟ لا، في اكتر من انواع اوديت، بس احنا بنتكلم في الايديال او الستاندرد او الحاجه الطبيعيه النورم، ان انت بتيجي في بدايه كل سنه بتعمل حاجه اسمها الاوديت بلان. الاوديت بلان على الكل سواء كانت انترنال او كانت اكسترنال. لو انت انترنال بتبتدي تحدد فيها، لو انت مثلا بتعمل على مشاريع يبقى تحط المشاريع اللي عندك وتراعي المشروع في مرحله البدايه، لان ساعتها مش هتتوفر كل الايفيدنس وكل انواع البروسيسز ممكن تكون اشتغلت او العمليات. وتراعي ان هو ما يكونش في مرحله البيك، البيك اللي هي مرحله القمه او مرحله اللي هو ايه، الناس دي شغاله من نار، مش هينفع يكونوا متوفرين يعملوا ايديت عليهم دلوقتي. او في مرحله الكلوزنج، في مرحله الكلوزنج يبقى العمليات انتهت خلاص ووصلنا لمرحله ان خلاص المشروع بالنسبه لي بيقفل. فمش كل سواء الريسورسز متمثله في اشخاص او متمثله في عمليات هتكون كامله. في نقطة تانية، بعد ما بنعمل اوديت بلان لازم نحط جواها مواعيد الاكسترنال اوديت ان كيس، في حالة ان حضرتك عندك سيرتيفيكيشن بودي بره، حد جاي يعمل عليك اوديت. دي نقطة مهمة جدا عشان مواعيد التجديد بتاعتك تكون في ميعادها، ولازم تكون الشركة مركزة او المنظومة مركزة في الموضوع ده. بعد ما تعمل اوديت بلان بتبتدي بقى تختار الاوديتورز بتوعك، بيبقى عندك ليست اوف اوديتورز. الاوديتورز دول بيبتدي حضرتك تديهم او توزعهم على كل مشروع او كل منظومه او كل اداره من الادارات اللي عندك. بعد كده بنخش في المراحل النورمال. نوتيفيكيشن، انت بتنبه او بتعرف الشخص اللي انت رايح تعمل له اوديت او المشروع او المنظومه ان انت جاي تعمل اوديت. بتبعت حاجه اسمها الاوديت بلان، الخطه اللي انت هتنفذ عليها الاوديت، ودي بتكون ممكن تتعدل قبل او خلال الاوبننج ميتنج، وده هنتكلم عليه في الفيديو الجاي باذن الله. وبعدين بيبقى المنتج بتاعك الاوديت ريبورت. تمام. وبعد الاوديت ريبورت شويه الحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت اللي هي الكار او الان سي ار والى اخره، لحد ما نوصل لمرحله الكلوزنج ونقفل الاوديت بتاعنا، ولو في فولو اب نيجي عليه او نعمله باذن الله على المنظومه اللي احنا رايحين عليها. المره الجايه هنتكلم بالتفصيل على يوم اوديت بالكامل عشان نقدر نعرف ايه هي الحاجات اللي نستفيد بيها بيه والحاجات اللي ناخد بالنا منها، وباذن الله يكون علم ينتفع به. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.